رانا في تغرديت ولا ولاية غرداية. هاي ترحب بك غرداية حمزة. وي رانا سعداء. دونك الشاطر دوك نديسينيو الشيمار تاعنا هنا جوبونس انا في الساحة تاع السوق ياك حمزة. هذه هي ساحة السوق الأساسية. غرداية معروفة بالتقاليد، معروفة بالسمعة. مرحبا سي حميد، لاباس؟ مرحبا بكم. الحجرة. مساء الخير عليكم ومرحبا بكم معنا في دزاير ديكو في هذا العدد وفي هذا الموسم اللي جا شويه مبدل على الموسم اللي فات. وين سي فغي راح نتبعوا المشاريع تاعنا تاع اعاده التهيئه في العديد من الولايات. ميتانيت راح نكتشفوا النسيج العمراني والهندسه المعماريه في كل ولايه ولا في كل مدينه راح نزوروها، بلا ما ننساو العادات والتقاليد خاصه في شهر رمضان. إذا اليوم رانا في وحده من ولاية الوطن اللي نسموها مدينة الأصالة. هذه الولاية اللي فريمون النسيج العمراني ديالها متميز بزاف، وين خلاها تكون مصنفة في اليونسكو من 1982، وبزاف مهندسين معماريين كتبوا عليها حتى من الخارج وسموها اللوحة التكعيبية. زعما عرفتوا وين رانا وقعدوا باش تشوفوا منين جيناكم اليوم في دزاير ديكو وواش من ولاية اللي استضفتنا عندها. ندوكم اليوم إلى حوالي 600 كيلومتر من العاصمة، نحو جوهرة من العمران في جنوب الجزائر، غرداية. ونروح مباشرة إلى قلب المدينة وفي الأزقة العريقة وين أميرة وحمزة سبقونا. هاي ترحب بك غرداية حمزة. وي رانا سعداء. وسبحان الله كاين حاجة سحرية في غرداية وين تحسوا اللي رحبت بيكم حقيقيا. أميرة كما كنت نحكي لك في المدينة الأزقة. قبل ما ندخلوا في صلب الموضوع نقترح عليكم جولة سياحية مع السي حمزة جعلان. البافاج كامل بالحجر. وي محلي. المحلي كلش محلي. أميرة شوفي لامباس هذه، شوفي مالغري مخدومة بليفوت وكلش، بصح ماهيش مثل ما يديروا هادوك اللي راك تشوفيهم لي لي بوي لوميير. تلاحظي يخلوا الضوء تدخل من الفوق. بارك الله فيك. وي بيان سور. الحجرة ايتو بالك سي دي مير بورتور، ما كاين حتى مشكل في لا ستركتور. عبان لك أميرة فرق بين انه الانسان يقرا على حاجة وانه يعيشها. هذه سي اون تري بون اكسبيريونس. شوفي لحنا كاريمون باش تمشي كيما راكو تشوفوا حمزة se retrouve comme un enfant dans un parc d'attractions. راهو في ليليمون تاعو. ماذا بينا كل جزائري يجي يزور هذه المناطق. نعم حمزة، من هذا المنظر لازم نشجعوا السياحة الداخلية، ولما لا المحطة الأولى تكون في غرداية. هنا جوبونس انا في الساحة تاع السوق ياك حمزة. هذه هي ساحة السوق الأساسية اللي تمثل يعني حقيقة المدينة القديمة لمدينة غرداية. مرحبا بكم مجددا في دزاير ديكو اللي جاتكم اليوم منين اوفيسيال تكونوا عرفتوها. رانا في تغرديت ولا ولايه غردايه، ومعنا مهندسنا المعماري اللي نحبوه بزاف، ودايوغ جو سي سيغ بلي نتوما ثاني تحبوه، حمزه جعلب. السلامه. الله يسلمك أميرة، راني فرحان جدا أن نكونوا اليوم في هذه المدينة العظيمة المضيافة، المدينه العريقه اللي دايوغ يسموها مدينه الاصاله، مدينه تغرديت ولا غردايه، وين راح نحكوا على النسيج العمراني ديالها، على الهندسه المعماريه كي فريمون سبيسيال ما تشبه حتى مدينه واحده اخرى في العالم. هذا الموسم في كل مره راح نروحوا لوحده من الولايات نكتشفوا النسيج العمراني تاعها، الهندسه المعماريه، العادات والتقاليد، وهذا اترافير كامل المشاريع ديالنا. واول محطه لينا دابا سي غردايه كي دي ميو. وي غرداية على كل حال مدينة جاية في وادي ميزاب اللي فيه 7 على كل حال يعني مناطق ولا اللي تمركزوا فيها كل من عاش هنا، من بينها عندنا دايوغ هاد القصور ولا السبع مناطق اللي راهي مصنفه في اليونسكو. نهضروا على قصر بن يزقن، غردايه، مليكه، العطف، بونوره، هما 7 يعني ككل مصنفين في اليونسكو. فغرداية أميرة كانت يعني مركز استلهام كثير من المعماريين يعني اللي كتبوا اسمائهم في تاريخ الهندسه المعماريه والعمرانيه، وهي دايوغ تسمى باللوحه التكعيبيه.
فوالا دونك هي في الحق والله ما مليح هذه كلمه لوحه، لوحة. وكاننا دون زان طابلو. يعني وكاننا نعيش في ان اكسبيريونس كوم ان غاف يعني سور تير. فهذه المنطقه هذه تمتاز بعمران تخي تخي سبيسيال اميره اللي يعكس ايضا النسيج الاجتماعي للمنطقه. يفو سافوار ثاني باللي كي نهضروا على العمران ما نهضروش فقط على الهندسه المعماريه، لانه كاين فرق ما بين النسيج العمراني وما بين الهندسه المعماريه اللي حابين نعرفوا معاه. جوستومون بور فار لا ديفيرونس يعني الفرق بيناتهم كما نهضروا على العمران هو يعني تو سكي تنظيم المدينه ككل. يعني لانه العماره جزء من العمران. العمران هو العمارة وكذلك الطرق واللي بلاسات المساحات الخضراء كيفاش نظمت المدينة ككل. حتى الروح تاع المدينة والجانب الاجتماعي جو بونس. طبعا داير ما نقدروش نفصلوه كيما نحن نرجعوا لتاريخ تكوين غرداية في القرن الحادي عشر. فوالا القرن الحادي عشر الميلادي الموافق لبابخي القرن الخامس الهجري. هما كيما تكوين كل المدن على كل حال في التاريخ كانوا الناس يبحثون على الاماكن اللي يقدروا يلقوا فيها يعني الاكل تاعهم اكسترا. والماء اللي هو مصدر للحياه. الماء مصدر الحياه. دونك غردايه بار اكسيلونس داير كانت معبر كثير من القوافل وكذا كانوا هنا يريحوا فيها لانه كاين الاكل كاين تاع الدواء بتاعهم اكسترا. ونقولوا بلي مدينه غردايه معروفه بالتمور ديالها العديد من الانواع تاع التمور. فوالا من ارقى يعني انواع التمور تلقاوها سون سيتي لي مارك من ارقى انواع التمور اللي تحبوها جوستومون تلقاوها هنا في غردايه. ودونك الناس كيما لقاو هذا الوادي هذا وعلى ضفافه يعني كاين مناطق زراعيه خصبه وكذلك قدامها يعني كل منطقه من هذوك السبعه عندهم جبال فهما جينيرالمون يسكنوا في هذيك ما بين هضبه وجبل يعني جايه هكا ستيل بيراميد. اكزاكتومون. وين هو نسميوه حنايا في المصطلح يعني الهندسي نسميوه سيت ديفونسيف. دونك للحمايه كل ما تسكني اميره في قمه الجبل دونك تو ميتريز ان بو دونك عندك الحمايه. وكانوا كاين دي رومبار دونك كاين السور الذي يحوط بهذه المدن وفيه ابواب طبعا وتغلق في الليل كاريمون واحد ما يدخل. وكانوا اميره يديروا نقدروا نشوفوهم يعني وشفناهم هنايا عندهم هذوك لي بتيت توغال دوك لي تور اللي يقدروا يطلعوا فوقهم ويطلوا على الواحات نتاعهم وكذلك تور هنا تور هي. وكان هناك تواصل بيناتهم على الحمايه ولا كش ما يوصلوا انفورماسيون ولا شوفي كيفاش كان التنظيم. سيتي جيني على ليبوك نقولوا باللي غردايه رانا نهضروا على هذا البناء الذكي. نقدروا نقولوا مدينه ذكيه باسكو حنا غير ما يا كالكو زاني بدينا نهضروا على المدن الذكيه يعني. والله جوستومون هذه شكرا على الاشاره لهذا الجانب. احنا في الهندسه المعماريه والعمران نهضروا على العمران البيئي العمران البيوكليماتيك ايكو فريندلي. فوالا ايكو فريندلي شكرا. وكذلك زعما لي لوجيسيال ولا تكنولوجي والمدن الذكيه. شوفي هنايا نلاحظوا ببساطه ما كانوا عليه في ذلك الوقت كان عندهم اميره ان اوردر اوربان يعني كيما نقولوا حنا ان كود دوربانيزم. دونك كانوا محافظين عليه 100%. ولذلك اميره كما لاحظتي وقلتيها لي ديجا وحنا يعني نجولوا انه لاحظتي انه ما كانش بيبان مقابله بعضها مثلا كيما تلقى يوم كان كونس ولا ما تلقايش ثاني النوافذ التي تطل ديريكتومون في الغيت شوسي على برا الا نادرا. شوفي ميم او نيفو بكري ما كانوش دي اركيتكت بمعنى الدراسات الاكاديميه في الجامعات ولكن كانوا عندهم اميره لو بون سونس تاع لا في لانه كاين هذاك بكري كان المعلم او ليو دو الاركيتكت نقولوا المعلم اللي عنده كل المعلم تاعنا حمزه. دونك واش كاين عندهم ان اوردر اوربان وين عندهم الاسطح بيان سور كانوا بكري اميره يجففوا كانوا الصوف لانه يجففوا ما من البذور يجففوا كذا في فكانوا لازم توصل لك الشمس والهواء والمنظر الجميل وبالصح لا كونديسيون انه واحد ما يكسر حرمه لا على الاسطح نهضر واحد ما يطل على السطح نتاع جار ولا دايوغ كاين كود اللي تصحح لي ما لازمش نفوتوا 7 مترات يعني في العلو تاع معلومات قيمه يعني كنا درنا دوره وجوله هذه لاحظتي انه الماكسيموم تاعهم سي ار+1 نشوفوا حتى المحلات صغيره وما فيهاش البهرجه هذيك الكبيره وكامل متناسقه. والله شوفي يعني لو سونتيمون كون ايو حنا نتجولوا في هذه المدينه الطيبه
انه ما كانش اون اغريسيون فيزوال مثلا، تما ما كانش نشاز لا من ناحيه النسيج الاجتماعي ولا النسيج العمراني. وهذا هو اللي نسميه انايا الانصهار الكبير اللي يعني مليح يكون في كثير من المدن تاعنا. دونك ماناش نهضروا غير على هندسه معماريه ولا على كالكو ديكوراسيون ولا طيب ما نقدروش نفصلوهم على الحياه الاجتماعيه اميره. انا نشوف باللي ما رايناه من ناحيه العمران، وان شاء الله تكون فرصه نزيدوا نتكلموا على توسكي عماره دونك مازالنا في غردايه، رانا هنا وراح نتكلموا على بزاف حاجات. انا بالك تخليونا هنا وتروح. واليوم ما راناش هنا في غردايه هكذاك برك، وانما عندنا هدف معين، وين كيما على بالكم في كل مره راح نقولوا وحده من الولايات. سي فغي كيما على بالكم ولا كيما شفتوا نتعرفوا على النسيج العمراني والهندسه المعماريه، العادات والتقاليد كيما قلنا لكم، ولكن نديروا اطلاق المشاريع تاعنا، اعاده التهيئه في كل مره لواحد من الفائزين معنا في القرعه في الموسم اللي فات. واول ولايه راح ننطلقوا منها على بركه الله ونروحوا لولايات اخرى باش تقعدوا معنا طيله هذا الشهر، هي ولايه غردايه، وين عندنا مشروع يشرف عليه المعلم، باسكو هو قال لنا باللي المهندس المعماري هنا يسمى بالمعلم، المعلم حمزه جعلاب. جوستومون عندنا إعادة تهيئة مطبخ لمنزل هنايا في غرداية وفي ضواحي غرداية. كانت لنا فرصة مليحة في كل الفريق تاع دزاير ديكو من مهندسين وتقنيين باش كيفاش نديروا هذا الإعادة تهيئة هذه لاكويزين هذه بطريقة تناسب كما كنا نحكوا على يعني النسيج الاجتماعي تاعهم، وكذلك ندخلوا ينتوش جميلة وهذا تحت إشرافك ما ننساوش. دونك واش رايك روحوا نتعرفوا جوستومون على هذا المشروع وعلى أفراد يعني العائلة تاع مشروعنا إعادة تهيئة المطبخ هنا في ولاية غرداية. يلا بنا. إذا كنتوا واجدين اسمحوا لنا ناخدوكم معنا إلى أول محطة في رحلتنا. نقترح عليكم نبداو بجنوبنا الساحل، تحديدا بغرداية العريقة.